مساء الخير، اهلا بيكم في التريننج بروجرام الخاص بشهاده الادفانسد فاينانشال موديلر الاي اف ام. ودي اللي بيقدمها زي ما قلنا المعهد الكندي معهد اف ام اي. معاكم محمد فخري، هولدر اي اف ام، اف ام في اي، سي بي سي اي، سي ام اس اي، اف تي اي بي، اف بي اي بي. اتكلمنا على اهميه السيناريوز في في الفاينانشال موديل. وانت شغال مع البيزنس بلان المفروض يبقى عندك كذا سيناريوهات تقدر آه، تشرح بيها الموديل بتاعك، بحيث ان انت يبقى عندك سيناريو زي البيز الوضع الحالي، والبيست الوضع الافضل، والورس الوضع السيء. لما تيجي بتقدم الموديل بتاعك للبنك او الانفستور او حتى البورد او الاونر بتاع الشركه، لازم بيسالك طب انا في وضعي السيء هيبقى عامل ازاي؟ في وضعي البيست هيبقى عامل ازاي؟ لازم الموديل بتاعك يقدر يبقى فيه لينكينج واوتوميشن، بحيث ان انت بضغطه زرار واحده تقدر تتفرج على الموديل بتاعك وتقدر تشرح الموديل بتاعك ب 3 سيناريوز. طيب، هنشوف هنا معانا كيس ستادي اللي متقدمه من معهد اف ام اي، الشهاده بتاعتنا الاي اف ام. وبيقول لك ان لازم في الشيتات بتاعتك اللي انت هتنشئ بيها الفاينانشال موديل الخمس سنين فوركاست، ازاي هتقدر تعمل لينك او يبقى اوتوميشن الشيتات بتاعتك. تقدر تعمل اوتوميشن بضغط زرار واحده، تقدر تغير من البيز كيس للبيست كيس للورست كيس. في حاجه هنا موجوده معانا اسمها الكومبو بوكس. الكومبو بوكس ده احنا هنتعرف دلوقتي ازاي هننشئه مع بعض، ازاي بضغط زرار واحده تقدر تغير الموديل بتاعك بحيث انه يأثر معاك هنا في القوائم الماليه، الانكم ستيتمنت والكاش فلو والبالانس شيت. طيب، انت عندك هنا احنا هنتكلم على الكوست انفليشن وهو التضخم. التضخم كل ما بيزيد دي وورس كيس، طيب اما بيقل بيبقى بيست كيس. طيب نعمل الكلام ده ازاي وهنشوفه. ده الرول اللي احنا شايفينه ده، الجدول دوت، ده اللي بيبقى حاجه اسمها اللايف. يعني ايه اللايف؟ اللايف يعني مجرد ما انا اختار من هنا سي البيست كيس. بص الارقام معايا هنا بقت عامله ازاي في الرو ده، وهي ارقام البيست كيس. طيب جيت انا غيرت عندي الورست كيس، بص الارقام عندي اتغيرت بقت وورست كيس. بص الارقام هنا في اللايف بالنسبه للكوست انفليشن، اللايف الرو ده بقى هو الرو بتاع الورست كيس. هنشوف الكلام ده ازاي هنعمله، وازاي هننشئ الكومبو بوكس، ويعني ايه داتا فاليديشن. وهنشوف دلوقتي حاله عمليه. هنيجي عندنا هنا زي ما اتفقنا ان ده الرو بتاع اللايف، يعني الارقام اللي هتظهر هنا هي اللي معمول لها لينك بالموديل بتاعي. جميل جدا. انا عندي هنا في 3 كيسز. 3 كيسز دول كام؟ 3 ارقام. هنيجي هنا سيناريو سويتش، احنا هنعمل هنا سيناريو سويتش. دول عباره عن 3 كيسز، فانا هكتب هنا 3 واجي اطلع في التول بار، ادوس حاجه اسمها داتا، وبعدين اروح داتا تولز، وبعدين ادوس اختار داتا فاليديشن، واقول له هنا في الالاو بتاعي اختار هول نمبر، لان انا الارقام عندي في السيناريو سويتش نمبرز. واجي اقول له هنا بيقول لك داتا بتوين من 1 و3، وهنعرف احنا اخترنا من 1 ل3 ليه دلوقتي. انا بختار من 1 ل3 وادوس اوكي. من 1 ل3 يبقى انا بحاول احجم المربع بتاعي هنا في السيناريو سويتش انه يبقى ما يزيدش عن 3 ارقام. هنيجي هندوس 1، اوكي، 2، تمام، 3، اوكي، ادوس 4. المعادله مش شغاله، بيقول لي ايه؟ this value doesn't match the data validation. يعني انت محجم المربع بتاعك دوت اني ما يزيدش عن 3 ارقام اللي هم ال3 سيناريو بتاعك. طيب جميل جدا. ايه اهميه الداتا فاليديشن؟ وهنشوف دلوقتي ازاي نقدر نعمل الكومب بوكس، اللي هو الزرار اللي انا بدوس عليه اغير السيناريو بتاعي ياثر على الفاينانشال موديل بتاعي والبيزنس بلان بتاعي، يبقى يتحرك في الكيس اللي انا عايزها، البيز والبيست والورست. هنيجي هنا
ادوس حاجه اسمها ديفلوبر عندك في التول بار، وبعدين ادوس انسيرت. بص هنا فروم كنترولز بيقول لي ايه؟ كومبو بوكس فروم كنترول. تاني انسيرت العلامه دي كومبو بوكس، كومبو بوكس فروم كنترول، اعمل كليك عليها، اداني الماوس علامه البلس، اروح عامل كده اداني الكومبو بوكس. طب الكومبو بوكس هنا مفيش اي اوتوميشن، مفيش اي لينكينج معايا. طيب اعمل له لينكينج، ادوس كليك يمين فورمات كنترول، بيقول لي الانبوت رينج، الرينج بتاعي فين؟ الرينج بتاعي الثلاثه سيناريوز. ادوس هنا واعلم على الثلاثه سيناريوز وادوس انتر. طيب السيل لينك، ايه اللينك اللي انا هربطه بالثلاثه سيناريو بحيث اما اختار اي سيناريو سويتش الكيس بتاعتي تتغير؟ ادوس على المربع اوكي وادوس اوكي. اول ما بشغل المعادله تديني هنا صفر. ركز معايا على الكومبو بوكس هنا، اما اغير انا الارقام. واحد اداني بيز كيس، 2 اداني بيز كيس، 3 اداني الورس كيس. يبقى انا دلوقتي المربع ده بتاع السيناريو سويتش عملت له لينك بالكومبو بوكس بحيث ان انا اقدر اغير السيناريو بتاعي هنا بضغطه زرار. والكومبو بوكس بتاعي بقدر اتحرك بيه واحركه براحتي زي ما انا عايز. جميل جدا. ازاي اخلي الارقام هنا تسمع من الكذا سيناريو اللي عندي بحيث ان انا اما اختار سي البيس كيس هنا يظهر لي الارقام بتاعه البيس كيس، اغير هنا البيست كيس تظهر لي الارقام بتاعه البيست كيس، اختار الورست كيس تظهر لي الارقام بتاعه الورست كيس. ده كله لازم يسمع معايا هنا في اللايف، لان زي ما قلنا ان القوائم الماليه او الثري ستيتمنتس هم اللي بعمل لهم لينكينج بالرو ده. طيب ركز معايا، نستخدم معادله بسيطه جدا. هو في كذا معادله بس اسهلهم معادله التشوز. ادي معادله التشوز، بيقول لي هنا تشوز اول بوينت اندكس نمبر. ادي الاندكس نمبر بتاعتي واثبته، ادوس F4 ثبته علشان اما اجي احرك معايا في الرو ما يتغيرش، يبقى هنا المربع ده ثابت. وبعدين اقول له كوما واختار البيس كيس، كوما البيست كيس، كوما الورست كيس، واقفل البراكتس بتاعي. اوكي تمام. لو خدت بالك ان دي هنا 2 ونص علشان انا واقف على الورست كيس فجاب لي ده الرقم ده. هنعمل كده، اقول له كنترول سي واتحرك على الرو وادوس فورميولا. المعادلات كلها سمعت معايا. تعال نعمل تيست كده ونشوف الكومبو بوكس بتاعنا شغال ولا لا. ادي البيز كيس، البيز كيس، ادي الارقام بتاعت البيز كيس هي البيز كيس. اختار البيست كيس، سمع معايا البيست كيس. اخترت الورست كيس، سمع معايا الورست كيس. معنى كده ان انا اول ما اختار من الكومبو بوكس بتاعي السيناريو اللي انا عايزه هيسمع معايا الارقام معايا هنا في الموديل. وده طبعا في مراحل بعد كده هنشوف ازاي هنعمل لينك بين في السيناريو السيناريوز بتاعتنا ده السيناريو شيت مع الموديل. وفي هنا برضو جدول اسمه الاسامبشن، دي المعطيات بتاعتنا ازاي برضو بنربطها بالسيناريو شيت، بين السيناريو شيت والموديل شيت. كده احنا نقدر نتحرك بالكومبو بوكس بتاعنا ونصغر المربع او نكبره زي ما انت عايز حسب الشكل اللي انت شايفه. وكده بقى اللايف بتاعي بقى اوتوميشن، واقدر في اي وقت اختار السيناريو اما حد يسالني او انا اعرض او عايز اشوف الموديل بتاعي قبل ما اعرضه على البنك او اي حد، ان انا اقدر بضغطه زرار واحده اغير السيناريو بتاعي. وكده نبقى خلصنا اهميه الكومبو بوكس في السيناريو، واهميه الداتا فاليديشن، وازاي اعرف اعمل الكومبو بوكس بليفل لايف يحدد لي البيس كيس والبيست كيس والورست كيس او اي سيناريوز انا عايز اضيفها. شكرا لكم جدا، ولازم تبقى عارف ان الشهاده دي هتقويك جدا في الاكسل، هتقويك جدا في المصطلحات الماليه حتى لو انت ما اتعاملتش قبل كده بمصطلحات ماليه بالانجليزي. لان هي الامتحان كله على الاكسل. في انت كل الميشن بتاعتك ان انت بتعمل فوركاست 5 سنين بناء على مجموعه من الاسامبشنز ومجموعه من الهيستوريكال داتا، بتقدر تبني البيزنس بلان 5 سنين
اوتوميشن. امتحانك كله هيبقى على الاكسل، امتحان مدته 4 ساعات، معانا ان شاء الله هتحله في 3 ساعات. تابعنا وتابع صفحتنا وتابع فيديوهاتنا الجايه، هنعمل شويه ملخصات، حاجات بسيطه جدا جدا لشهاده الاف ام وازاي بتشتغل عليها على الاكسل. شكرا ليكم وتحياتي، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية قريب باذن الله. تحياتي.